ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير يا رب. اللهم امين. صلوا على النبي وزيد النبي صلاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل ايه؟ اكله سهله وبسيطه. هنا صينيه سخنتها قوي وحطيت شويه زيت، بس يكون زيت نوع ايه؟ نضيف وريحته حلوه عشان ايه؟ طعم الاكل. هنعمل ايه؟ سجق. بسم الله. انا سخنت الصينيه ليه؟ عشان يعمل الصوت الحلو اللي انتوا سمعتوه ده. ماشي؟ بسم الله. هنسيبه يتحمر. قد ايه ده سجق يا جماعه؟ ده نص كيلو. اللي عايزه تعمل كيلو تعمل اكتر زي ما انتوا حابين اعملوا. انا حبيت اعمله لكم، وهعمل جنبيه شويه مكرونه بطاطس محمره زي ما تحبوا. ماشي؟ هحمره واول ما يحمر وانزل الخضار هرجع لكم تاني. ماشي؟ اديني يا حبايبي بحمره اهو. لازم يتشوح حلو قوي. بصوا التحميره دي بتديكي طعم حلو. ماشي يا حبايب قلبي؟ بنطعم الحاجه كده ونخلي طعمها حلو. ده هننزل عليه ايه دلوقتي؟ بصل زي ما انت عايزه. بصلايه اتنين. انا ايه قطعت بصلايه يعني متوسطه، لا كبيره ولا صغيره. ماشي يا حبايبي؟ لا كبيره ولا صغيره. هشوحها كده معاها. وفص واحد ثوم. ماشي؟ البصلايه دي فص واحد ايه؟ فص واحد ثوم. بتدي تطعيمه حلوه قوي فص الثوم على فكره يا حبايبي. واول ما ننزل بالخضار ما نكترش يعني ايه تقليب قوي. معلش انا صوتي تعبني شويه، النهجه اللي فيه دي معلش. بصوا حلوه جدا. وهديله فص ثوم واحد. بعد كده انزل عليه بالفلفل. بصوا اهو يا جماعه فص ثوم واحد يطعم بس مش اكتر، يدي ريحه حلوه. انزل بقى ايه بالفلفل. وبعد كده اخر حاجه الطماطم. معايا قرن فلفل حامي والباقي ايه رومي. وزي ما انتوا حابين، عايزين تحطوا حامي تكتروا كده، بس انا عندي القرن ده حراق قوي فمش هكتر عن كده. مش هكتر عن كده. وهقلب كده اهو. عايزين بقى فلفل الوان حطوا، بيبقى طعمه حلو برضه. ايه اللي موجود عندكم؟ ايه الموجود عندكم؟ اديله تقليبه بس واحده كده مع الخضار عشان ايه؟ تكايه كده سنه. بس هو كده ايه كده لازم يبقى فيه عضه عشان بيبقى حلو. ما يتبلش كده ويموت، لا يبقى حلو كده اهو. بصوا شكل السجق تحفه حلو جدا. ده نص كيلو ما شاء الله تبارك الله. لو انتوا عايزين اكتر اعملوا على حسب ايه الكميه. ده القوطه بصوا اهو، قطيتين ثلاثه مش هنكتر. بسم الله تبارك الله. قطعوها زي ما انتوا حابين. بقطعها ايه بالطريقه ديت عشان ايه تبقى باينه برده. هحط له ملح. طبعا احنا عارفين السجق بتاعنا بيبقى متبل، مش عايز ايه كتير. هحط له ملح وشويه فلفل، يعني ملح وفلفل ورشه كمون ورشه شطه. بس هي دي التوابل بتاعتنا، مش هنكتر خالص. يبقى هنحط له ايه؟ ملح فلفل كمون رشه كزبره ناشفه ناعمه. بس ملح فلفل كمون رشه كزبره ناعمه. يبقى كده ايه تكايه كده بس يتشرب مع الخضار بتاعه. وبعد كده ايه ننزله. ماشي يا حبايبي؟ بس كده اهو. هحط له التوابل وهرجع لكم اول ما يستوي. كده خلصت معاكم السجق. بسم الله اهو. ده نص كيلو يا حبايبي. انا عملت جنبيه مكرونه وعملت جنبيه بطاطس محمره وقرنين فلفل كده، وعملت قوطه مخلله. ان شاء الله الطريقه بتاعت السجق تعجبكم على طريقتي. والمكرونه وكده اكله مش مكلفه، وانا بعمل لكم اكل اليومين دول على قد ايدينا وبسيط ومش مكلف وفي نفس الوقت مغذي وحلو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه والطريقه، تعجبكم طريقتي في الاكل. واللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد مني. وان شاء الله الوصفه اللي تعملوها من بعدي تعجبكم وعلى قد ايدينا وحاجه مش مكلفه وبسيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.